خصص الرئيس الكيني ويليام روتو يوم الأربعاء الفاتح مارس حفل استقبال لسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الجديد في كينيا محمد ديامان، وإن كان الإجراء بروتوكوليا، إلا أن وسائل إعلام المخزن المغربي رأت في ذلك تغيرا في موقف الرئيس الكيني، مشيرة إلى أن للزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى الجزائر رئيس البرلمان الكيني موسوي تنغولا أحد أنصار البوليساريو بدأت تؤتي ثمارها. وكان المنصب شاغرا ذو رحيل خالد أبيض في أكتوبر الماضي، والذي حظي بمقابلة مع روت. وخلال تلك المناسبة تعهد رئيس كينيا بتكثيف الشراكة في مجالات الصيد والفلاحة والسياحة بين بلاده والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. لكن ويليام روتو أعلن يوم 14 سبتمبر في تغريدة على تويتر قطع العلاقات مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهي التغريدة التي قام بحذفها بعد ساعات قليلة من نشرها. وفي 16 سبتمبر أوضحت وزارة الخارجية الكينية في بيان لها أن موقف كينيا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يتفق تماما مع قرار منظمة الوحدة الإفريقية الاسم السابق للاتحاد الإفريقي، التي قبلت الجمهورية العربية الصحراوية والديمقراطية كعضو في 22 أوت 1982 ومع ميثاق الاتحاد الأفريقي.